ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل شويه باميه باللحمه، انما ايه استاهلوا بقكم. طريقه تحفه وريحه هتجيب معاكم لاخر الشارع، وكل ده هنعمله في حله واحده. يلا بينا كده نبتدي ونشوف طريقتنا. اول حاجه هنجيب الحله بتاعتنا ونحطها على النار، وهننزل كده بمعلقه كبيره من السمنه البلدي، وبعد كده هنحط اللحمه الحلوه بتاعتنا عشان تتشوح كده وتاخد معايا تشويحه مع السمنه من غير ما اكون لسه ضفت اي اضافات. تاخد كده تشويحه حلوه وتدي معايا لون حلو وريحه حلوه. خلاص كده شوحت اللحمه، هننزل بقى ورقتين من اللورا واتنين من الحبهان، وندي تقليبه كده مع اللحمه، وبعد كده هنزل ببصلايه كبيره مقطعاها صغير بالشكل ده، وهنبدا ان احنا نشوح. خلي بالكم ما تغمقوش البصله هنا قوي، لان بعد كده لسه هتتسبك معايا، والطماطم لما نضيفها لو غمقت هتغمق لي الصلصه، عشان لسه اللحمه هتستوي جوه الصلصه، فده هيغمقها لي. فاحنا عايزينها بس اللون بتاعها يكون يا دوبك اصفر. بعد كده بننزل بعصير الطماطم او الصلصه اللي عندنا بالشكل ده. هندي كده تقليبه وهنسيب الطماطم شويه لحد ما هتتسبك، وهغطي عليها، وكل ما هتحتاج بعد كده ميه هضيف لها. لما الاقيها قربت تستوي هحط الملح والفلفل اللي عندي، فلفل اسود. انا مش هضيف اي حاجه تاني، مفيش اي بهارات ولا اي حاجه تاني، لان الطريقه دي دسمه لوحدها مش محتاجه معايا اي اضافات ولا اي بهارات. انا مسويه اللحمه مع الباميه في كل حاجه، وواخده منها من غير ما اسلقها، فكل الدسم وكل حاجه موجوده عندي، فمش محتاجه اي حاجه تاني. بعد كده بقى بنزل بالباميه اللي عندي، بكون مقمعاها كده ومظبطاها، بنزل بالباميه واديها تقليبه. الباميه طبعا نزلناها بعد اللحمه ما كانت خلاص يعتبر استوت، باقي حاجه بسيطه خالص كده ونطفي، لان الباميه ما بتاخدش وقت، مفيش، وبتكون استوت معايا. بصوا ده شكلها بعد ما استوت، حلوه قوي وجاهزه. تعملوا بقى جنبها شويه رز او تعملوا اللي انتوا عايزينه. دي كانت وصفه النهارده، يا رب تكون عجبتكم. باي باي.